ايوه الاعلامي والصحفي الكبير استاذ حلمي شبل. معنا محمد النوبي خريج مدرسه الصين وتلامذه من تلامذه كابتن ابو ليلى، فعايزين نعرف دلوقتي ومدير المستقبل دار عرض فعايزين نعرف النهارده شعوره ايه وهو جاي يكرم معانا برضو كابتن ابو ليلى. اولا انا سعيد جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وزعلان جدا 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 فوق ما تتخيلوا، لان سعيد جدا ان الكابتن محمد ابو ليلى فنان قدير ويستاهل اكتر من كده. خروجه على المعاش زعل جدا 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 ان احنا نفقد انسان بني ادم فنان قدير زي محمد ابو ليلى. لا هو مش هيبعد كتير، هو هيفضل معانا برضه يعني. انا بقوله بس من قلبي. وطبعا سعيد ان معايا اخويا محمود عامر طبعا جاي يكرم الفنان محمد ابو ليلى، وكابتن محمد مش عارف اقول لك ايه. والله العظيم ثلاثه انا صعبان عليا انك طالع معاش، بس انا مش هفتكرك برضه، هتفضل موجود في قلبي من جوه. حبيبي الف مبروك الف مبروك حبيبي يا حبيبي. نظام الحب صورين ربنا يخليك ربنا يخليك. احلى صورة حبيبي يا جماعه الله يخليك. منعم المخرج العبقري الله يخليك. منعم عبد المنعم هتدلعه كمان على الصحافه. مشكله فجاي برضو يعني يشرفنا برضو حاجه كبيره قوي. برضو جاي معانا الزملاء بتوع مسرح البالون يكرموا معانا مدير عام السيرك محمد ابو ليلى، المخرج الكبير قوي على راي اخويا مدحت. عايزين نعرف نقول لك دلوقتي تقول له ايه لكابتن ابو ليلى. احنا طبعا السيرك هيفتقد مجهود وفن كابتن ابو ليلى لان هو راجل اكتف وفنان قبل كل شيء، لكن احنا في الحياه مش هنفتقده لان انا عارف هو شغله نشاط شغله فن، واحنا بس اللي هنحس بالحرمان لانه مش هيبقى موجود معانا، لان هو كان بيدينا امل وبيدينا روح، وهو راجل بنتعلم منه حاجات كتير جدا جدا منها النجاح. يعني هو راجل لما بيحط حاجه في دماغه لازم يحققها، هو ادينا شايفين انجازاته يعني، كل الناس عارفه هو عمل ايه في السيرك الفتره اللي فاتت. الحمد لله يعني ودايما ان شاء الله في نجاح بامر الله، بس دي سنه الحياه، لكن هو موجود بينا على طول. كابتن رفعت تقول ايه لكابتن ابو ليلى؟ انا بقول له ربنا يديله الصحه، لان انجازاته باينه في المباني اللي عملها وفي الناس اللي هي وداها سفرها بره، والناس اللي قام معاها بكل واجب. 3 مهرجانات دوليه. وعلى فكره بقول له ربنا يديله الصحه، بس هو معانا هو ما سابناش. لا هو ال60 دي حاجه يعني حاجه على الورق بس. على الورق، لا هي على الورق بس، لكن العلاقات مستمره ان شاء الله بامر الله. الصحه. وبعدين جبت السلم اللي انت طالع بيها المعاش، طلعت بلونج يا ابني. كل سنه وانت طيب يا اخويا ليلى، والله ربنا يخليك ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يطمنا عليك دايما يا رب. الله يخليك. بالك كده الاعلامي بقى، الاعلامي اعلامي حلمي شبل، تقول ايه بقى للكابتن ابو ليلى؟ اقول له ان هو عمره ما يسيبنا. ايوه ولسه في حاجات كتير قوي لازم نشتغلها سوا ونكمل الحاجات اللي هو بدأها في السيرك سوا. ايوه لان انا بدأت انا وهو في الموضوع ده. الموضوع ده يبقى ايه الموضوع ده؟ خلي وشك بس للنور عشان الاضاءه بتاعت الفيديو. المباني وبيت المدرسه والمبنى الاداري في السيرك، وده اللي بنناشد فيه السيد الاستاذ رئيس مجلس الوزراء لانهاء استكمال بيت الرخصه مع طبعا السيد الاستاذ محافظ الجيزه، لان ده مستقبل السيرك القومي. يا رب يحصل ونخلص ونكمل بقيه المشروع اللي بدأ ابو ليلى بأمر الله.